ان هي كائنات كيوت اهي. بصوا دول الاطفال ما شاء الله، البصلة بدأت تبلعوا. ما شاء الله. يا بطة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد. عاوز اوريكم حاجة بس كده. في شوية كركبة هنا ما شاء الله عليها، الأوضة تضرب تقلب والدنيا متشقلبة فوق بعض. خليني أروق الليلة دي كلها ونرجع بقى إيه نبدأ الفيديو بتاعنا. ورجعت لكم بعد ما روقت المكان. هنفهم دلوقتي بقى الشغلة دي إيه وهشرح لكم. الجرادل دي فيها شوية فيران، تمام؟ طبعا أنت عارف من عنوان الفيديو إن هو ليه علاقة بالفيران. هنا دول شوية الفيران وهنربيهم هنا. تعالى بقى نشوف احنا جهزنا ايه عشان تربية الكلام ده. بص يا سيدي، ده جردل بويا عادي جدا. بتجيب الغطا تعمله سلك من فوق كده عشان التهوية والنفس وبس. ده بيكون الجردل. عاملين شوية جرادل اهو، تمام. هنا في اصلا عيلة مايس قديمة بتاعتي بس ناقصة نتاية، تمام. تعال بقى احنا هنشوف احنا بنربي المايس ازاي. عاوز اقول لك موضوع تربية السلك ده رخم قوي زي ما انتم شايفين، اتعورت ودم في كل حتة. تعالى بقى ايه نبدأ. بص ده الجردل، معانا هنا نشارة خشب. كل جردل كده ايه هنحط شوية نشارة علشان يسهل التنظيف وما يطلعش ريحة وحشة. طبعا بتفرق بقى موضوع الريحة ده بالنسبة لنوع الخشب نفسه اللي احنا حاطين النشارة بتاعته. وكذلك في بقية الايه الجرادل. زي الفل. نجيب بقى يا باشا اطباق فخار ونحط واحد ايه في كل جردل كده. مشان صحتكم يا غوالي. هنفهم دلوقتي هنحط الطبق ده ليه. ناس كتير هتقول دلوقتي عشان المية ومش عارف ايه، بس هو لا، مش هنحط مية خالص، حاجة تانية. المفروض تكون خمنت يعني. عموما احنا هنحط فيه مثلا اكل او حاجة بس، تمام. بس يا باشا كده حرفيا ناقص بس ان احنا نحط الفيران ونشوف الفيران بتاكل ايه. نفتح اول علبة معانا واللي فيها اكبر كمية. قدامك دول فيران مايس وكلهم زي ما انت شايف. خد يا واد، ده متعور زي واحد سليم. تعالى زي ما انت شايف كده كلهم ولاد، محدش بيتكسف لا حياء في العلم. ده كده ولد. هوريكم البنت كمان شوية. نحط. بصوا شايفين ده لونه ايه؟ ده مش ابيض، ده اسمه اجوتي، ومش زي اللي في الشارع، ده لون مختلف بس شبهه جدا. سكر قوي. انزل ايه تهم كلهم جوه. ايه خلاصي. انزل تحت. نغرف كده فرن بالكيلو. بصوا ده كل لونه ابيض وعينه لونها احمر، البينو. ده متعور، اخواته معورينه. بس نركن دي على جنب. تعالوا اقول لكم كام حاجه. دول كلهم ولاد، تمام. حطيتهم مع بعض ليه؟ هما مش هيعيشوا كده، دول كده كده اصلا كلهم هيتاكلوا. دول مايس تاكيل، مش هيتم الانتاج منهم، كلهم هيدخلوا ايه المفرمه. هنفهم دلوقتي الموضوع ده كله وهنأكل في اخر الفيديو. بس خلينا بقى ايه نغطي دي، نركنها على جنب ونجيب دي ونجيب اللي جاي. تعالى نبدأ بدول. بص بقى، نسمي الله، نفتح العلبة بالراحة، تمام. دول كده أسرة. ده ايه؟ ده الولد ولا دي بنوتة؟ لا دي بنوتة. وهنا ده الولد. شفتوا الفرق؟ اتمنى تكونوا لاحظتوا عشان انا مش هشرح. دي بنوتة اهي، وهنا
بنوتة كمان اهي. دي كده أسرة مكونة من ولد و3 بنات. هنا شوية عيش نقولهم هنا تاني، بس ما همش ولاد ولا معاهم أي حاجة. بصوا ما شاء الله عليهم جمال ازاي. ربط دي ونجيب البوكس اللي بعده. ومعانا هنا في البوكس ده عيلة تانية. عايزين نفتح العلبة، نفتحها اهي. بسم الله. بصوا معاهم صغننين. تعالوا ننقلهم الأول. دي الأم اهي، أو غالبا دي كانت أمهم أصلا. ايه ده؟ دي شكلها حامل أصلا ده ولا ايه؟ نزلها هنا اهو. هنا تمام. انا سرحت خالص عشان مع الام دي في حاجه جوه هنا في بطنها. اعتقد ان هي مخبيه عيالها جواها. ازاي معرفش، انا اول مره اشوف الموضوع ده، عشان كان في اطفال تانيين غيرهم. بصوا انزلي. بصوا دول الاطفال ما شاء الله. ده كده بنقول عليه بينكي، لسه ما طلعلوش شعر. حطوه لها تحت. تمام. دول لسه برضو مغمضين، دول لسه بيرضعوا. كيوت اوي ما شاء الله، عساسيل. بص يا عيني لسه مغمض. كيوت اوي ما شاء الله، سبحان الله. بس رجعوا هنا تاني. دول ناخد تحت. المغمضين دول بكرة هيكونوا فتحوا وبيتنططوا في كل حتة. الأم وهي بتخبي على عيالها ما شاء الله. مجتمع الفيران ده مجتمع لما تقعد تبص فيه تتأمل وتقول سبحان الله ان هم بالذكاء ده والاجتماعية اللي هم فيها دي. هنا دول كمان خلصناهم. هدي بقى تمام، عشان معانا أسرة كمان. أسرة ايه؟ بسم الله ما شاء الله. دي أسرة مكونة من 3 أفراد بس. معانا هنا بنوتة، معانا هنا كمان ده الولد، تعالي دي البنوتة كمان برضه. بص كده بنوتين وولد. بصوا بقى الكتاكيت دول، الله ما شاء الله سبحان الله بجد. لا انا لازم اوريكم اقرب من كده كمان. شغل اللينس الماكرو. بصوا يا جماعه حجمه قد ايه، اصغر من عقله صباعي. لسه حرفيا لحمه حمراء، لسه مولود. ده عمره يوم يا شباب، لسه مولود النهارده حرفيا. سبحان الله. الناس اللي بتقرف ما تعلقش، ما لهمش عندي في الكومنتات خالص. كائنات نضيفه جدا دي. خلينا ناخدهم مع بعض كده، نحطهم هنا في ركن، وهي ايه تاخدهم وتعتني بيهم. ولكن لازم ناكلها، لانها لو ما اكلناهاش وجاعت هتاكلهم عادي جدا. ما عندهاش ياما ارحميني. دول عمالين بيصوتوا لان فيهم ذكر عمال بيحاول يتجوز الباقي، لانهم كلهم اصلا ولاد. يا قوم لوط. فيران بصوا امهم بتنقلهم ازاي، مش عارفه تروح بيهم فين. ما علينا، هنحط لهم اكل دلوقتي. تمام. دي عباره عن غله، ده اللي بياكلوها الحمام والحاجات دي. هي كوبشه كده، حطها هنا طبق الاكل ده. تمام. ادي وجبه يوم جميل. ومش بس كده، بيحتاجوا كمان خضار، فانا جايب شويه خيار هنا. شويه خيار كده هنا زي الفل.
تمام. وناقص حاجة كمان، كسرة عيش عشان يقعدوا يقرقضوا فيها. تعال نشوف اللي بيصوتوا دول. تمام، هات ده نعمله بره. تمام، شوية غلة، خليها دي كوبشتين عشان دول كتير قوي. عدي 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 بس. قلت لهم ياكلوا، قلت لهم كمان شوية جزر عشان ايه يتغذوا. وكمان يا سيدي على قدهم دي، ماشي كفاية. كمان دي مش عارف هي حطاهم فين، ايه الانتفاخ ده؟ ربيت فيران كتير وعمري ما شفت المنظر ده. لو حد قابل المنظر ده يا جماعة يكتب لي في الكومنتات او يخش يبعت لي يقول لي ايه ده. هنا نحط شوية غلة كده اهو. ايه شوية جزر. طبعا نحط جزر، نحط خيار، نحط خس، نحط برسيم. البرسيم جميل جدا برضو. المهم لازم خضار علشان ده اللي بياخدوا منه الميه. عشان لو انت حطيت طبق ميه بيقعدوا يردموه وبيملوه نشاره وما بياكلوه وما بيشربوش منه اي حاجه. ولاد الجزمه دول. انزل يا واد. بس زي الفل. بس هي كده ايه، تعشت معاهم النهارده. كنت هنسى العيله بتاعتي اصلا القديمه. العيله دي جايبها من زمان وما انتجتش ولا مره. معرفش المشكله فين، او اعتقد ان انا ما كنتش مهتم بيهم بصراحه، كنتش باكلهم. فغالبا كانوا انتجوا وانا ما خدتش بالي، او ممكن يكونوا كانوا انتجوا واكلوا عيالهم وانا على ما افتكرت ابص عليهم كان العيال ايه، البقاء لله. بس هنبدا نهتم اهو، نتابع معاكم في الفيديوهات علشان دي تقريبا الحاجه الوحيده اللي هتخليني اهتم. فما تنساش اللايك والشير بتاعك وشويه الحركات دي. بصوا السكر جميل قوي. الفيديو بتاعنا لسه ما خلصش خالص، في بس شويه كركبه هنا هروقها والم الدنيا دي ونكمل بقى عشان اوريكم احنا بنعمل ايه بالفيران دي. لسه بيتخانقوا وده عاوز يتجوز عافيه. ايه شغل قوم لوط ده؟ في ايه؟ ماشي هخلصكم من بعض دلوقتي. انت بص، انت اللي عامل الاذى ده كله. تعال يا ابن الجزمه. كان هيعضني. الاستاذ ده هو اللي عامل المشكله دي كلها. بص لما طلعته الدنيا هاديه تحت ازاي. انت اول واحد هتتاكل. هوريك دلوقتي هعمل فيك ايه. لا هجعلنك عبره يعتبر بها الباقيين. انا حاليا بقى بفكر في حاجه شيطانيه، ان انا يبقى الفيديو ده لايف فيدنج، يعني هاكل حي مش هموت الفار قبل ما اديله التعبان. هو بفكر، مش اخاف اليوتيوب يديني سترايك وانا لسه ايه على الله. مش عارف. بص احنا ممكن نخليه كده وكده يعني. تعال نجرب. هنا شويه تعابين. نبدا بالاصابات الاول. لينا اهي بره شويه عشان نفتح الغطا. ما شاء الله طلع مستعده للاكل اهي. دي البورميث بايثون. الامان هاكل بده. بس هل هنعرف نقفش فار بالبيف؟ بس كده ايه، مسكين الفار من ديله ايه، حطوه تعبان كده. هو بيطلع تاني، عايزين نقفشه. ها ما شاء الله. بس ولا سحر ولا شعوذة، الموضوع عدى بسلام. هي دلوقتي بتخنقه، بتعصره، بيموت منها في ثواني. مفيش اي تعذيب في الموضوع. بصوا شخص دلوقتي هينزل يشتمني في الكومنتات ويدي عليا. شايفك هعمل لك بلوك، لو شفتك هرجعك. الفيديو من الاول للكبار فقط. بس يا باشا نقفل عليها بالراحه
هو موضوع اللزق اللي انا عامله في العلب ده ما هو الا ايه لحبكة الغطا، لان الغطا ملوش حبكة للأسف. في كتكوتة هنا بس دي مش هنأكلها دلوقتي لان ليها اكل خاص بيها. علينا هنا بقى ايه، اهلا نشوف الكتكوتة دي. ما شاء الله، دي بوا كونستراكتور. بصوا جمال العيون، جمال النقشة، جمال الألوان، وجمال الريد تيل وحلاوته. هي مش ريد تيل، هي امبراطور عادي. بوا كونستراكتور ما شاء الله. نجيب الدكر اللي عامل مشاكل ده، هجيب امه. تعالى بس قفشته، هو ده. بصوا هي بس هتلقطه دلوقتي. اوه ما شاء الله، جابته من بقه تقريبا كان بيحاول يعضها. بص اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيها، فاهم؟ بس كفايه كده. بصوا يا جماعه، مسافه ما اكلنا التانية كان الفار ده مات والقصله بدات تبلعه. تبدا بالراس بعدين بتكمل الباقي. قول ما شاء الله، سبحان الله، واذكر الله عشان العمليه مش ناقصه. بس نسيبها تبلع براحتها ونروح للاستاذ ده. هنا برضو في بوا كونستراكتور، ولكن ولد. اوف ايه الرطوبه دي كلها، البوات بتحب رطوبه عاليه جدا. بصوا ما شاء الله، حجمه جميل ده. هو انا بصور من بعيد على فكره، بس تمام قشطه. ده كان ولد تاني عامل مشاكل برضو، نروح لاجله بقى. خلاص انسى يا صاحبي، هو قفشه هيعصره تمام. مع البوا كونستراكتور هنا بدأت تبلع اهي. الدم ده مكان العضة مش حاجة تانية. وده خلاص سلم خالص ما شاء الله. هو خلاص موته، فماسكه بجسمه علشان يبدأ يبلع من الراس. دلوقتي هيبدأ يدور على الراس فين ويروح يبلع من هناك. بصوا سبحان الله، يعني ربنا عطيهم غريزة ان هما يبلعوا من الراس الأول، وبيقعدوا يدوروا في الجسم كله لحد ما يوصلوا للراس نفسها. بيعرفوا منين ان دي الراس بقى؟ سبحان الله ما تعرفش، هي غريزة عندهم. الكتكوتة دي لسه بتبلع اهي، عسولة قوي، ألوانها جميلة جدا. دي القصلة البرمية، البورميس بايثون. وده اللون النورمال بتاعها، مش طفرة ولا أي حاجة. تعافر مع الفور عشان تبلع، سبحان الله. لو لاحظتوا حاجة في فيديو النهاردة إن الصوت مش قد كده، وده بسبب إن أنا في مكان فيه دوشة جدا ومشغل نويز كانسليشن، فطبعا بتأثر على جودة الصوت شوية. وأصلا مش في المود إن أنا أصور وتعبان وبتاع والدنيا خربانة، بس أنا قلت إيه، اجيب الحاجه واصورها لكم عشان ناس كتير طلبت مني ادهم ازاي نربي فيران. طب يا ادهم انت بتعمل ايه بالفيران؟ يعني جبت لكم الموضوع كله في فيديو. اتمنى يكون كان فيديو ممتع. شفنا حاجات كيوت في الاول وبعدين غدرنا بيها، شفنا شويه اكشن، ودي مش ساديه ومش حاجه غلط. وبص شايفك اللي هتيجي تقول لي بقى الطبيعه بره وما تجيبهاش عندي، بص مش ناقصك والله. هذا يا بقى ما هي كائنات كيوت اهي. المشكله بقى ان اللي هو بيبقى قاعد صعبان عليه الفار، وازاي تاكل الفار للتعبان. لو مسكوا فار عندهم في البيت بيمثلوا بجثته، بيعاملوه معامله المزوخي، مسكوا كافر عندهم تمام. وانا بص شايف بعملهم معامله جميله وبربيهم وباكلهم والدنيا جميله. يعني هو اصلا كان ابن جزمه على فكره، بس ستيل كيوت. ياخد بطه. عاوز اقول لكم سر صغير برضو قبل ما نقفل الفيديو، ان كل دول ولا بلاش عشان ايه مش هينفع. المهم ان كل دول مش هيباتوا حقيقيين، يعني مش هيباتوا احياء، هيتم هقولها وخلاص. دول كلهم هيتم كده، خايف الفيديو يتمسح، هيتم يعني مش عارف. المهم ان هم مش هيباتوا احياء تمام، وهيتم الاحتفاظ بيهم عشان ناكلهم فروزن بعد كده. فهمتني؟ بس كفايه. انما باقي العائلات دي باذن الله نشوف انتاجهم، وتابع معاكم بقى فيديوهات على الانستا وعلى تيك توك وكده، ونشوف
ايه ده؟ انا بكتشف حاجات كنت ناسيها تقريبا. ده يا نهار اسود، ايه الفراشات دي كلها؟ بس ده المفروض ان هو السوبر وورم. تمام، غطي تاني غطي تاني. بصوا يا جماعه الاصله بعد ما بلعت بطنها منفوخه ازاي. كيوت. الاصله دي شكلها مميز قوي، وشها قصير يعني دي كانت جايلي ضعيفه اساسا وما بتاكلش. سبحان الله. المفروض العلبه اصلا دي ضيقه، المفروض اوسع عليها العلبه خالص عشان تكبر معايا بسرعه. اعذروني، في حاجات كتير انتوا اتفاجئتوا بيها ان هي عندي وما كنتش قايل لكم ان هي موجوده اصلا، ومش بصور حاجه وبقالي كتير منعزل، ولكن الدنيا والله واخداني غسيل ومكوى. وكنت على فكره مصور لكم فلوج لسباق حورس للطيور الجارحه، ولكن وانا راجع من السباق موبايلي اتسرق، راح بكل اللي عليه. دعواتكم يرجع ويرجع باللي عليه يا رب، عشان والله في شويه حاجات تحفه تحفه. وهنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لو عجبتك أو ما عجبتكش اضغط لايك، ده إجبار مش اختيار. ومتنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس لو أنت مش مفعله، واكتب لي بقى في الكومنتات. يعني أنا كل اللي بتقول يا جماعة ده هزار، اكتب اللي أنت عايز تكتبه في الكومنتات يا باشا، أنا بقرا الكومنتات كلها، في ناس برد عليها. و بفكر لكم شوية مفاجآت جاية بإذن الله. كان معاك آدم هاني، خبير في الحياة البرية، وسلام.